هنرجع تاني لكلمة نيتشه الفيلسوف الشهير: إن أردت قدرت. وهم أرادوا، هم والقائمين على الأولمبياد الخاص في مصر، ذهبوا إلى الصين في مشاركة في الأولمبياد الخاص اللي بتحصل سنة قبل الأولمبياد الدولية العامة، وأحرزوا عدد غير متوقع من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. 45 ميدالية رجعوا بيها الأبطال، وتم الاحتفاء بيهم في المطار وفي غير المطار، إنما الاحتفاء بيهم في 10 مساء بالتأكيد له مذاق خاص. ايد على ايد تشيل، صوت على صوت يغنوا، زمن الحلم الجميل نيل منا واحنا منه. ربما تكون فكرة ولادة المعجزة من رحم قسوة الظروف مناسبة لحالة أبطال مصر المعاقين ذهنيا الذين شاركوا في الأولمبياد الخاص في شنغهاي. 82 لاعبا مصريا هم قوام البعثة المصرية التي تعد أكبر البعثات العربية والإفريقية المشاركة في الأولمبياد. تمكنوا من حصد 45 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية. فرحة هي باتساع العالم، تلك التي عاشها أكثر من 7500 لاعب معاق ذهنيا جاءوا من 165 دولة للمشاركة في الأولمبياد الخاص الدولي الثاني عشر، والتي استضافتها مدينة شنغهاي الصينية من 2 وحتى 11 من أكتوبر الحالي. ما حققته البعثة المصرية في أولمبياد شنغهاي الخاص إنجازا كبيرا، ولعل يكون هذا الإنجاز مثار غيرة زميلتها المتجهة إلى أولمبياد بكين العام القادم. أولا صاحب الذهبية اللي كل ما يسدد رمية ثلاثية والكرة تنزل في السلة، في ماتشات السلة، ينزل وينبطح أرضا ويسجد ويعمل زي ما أبو تريكة بيعمل. رامي حسين، أهلا بيك يا رامي وألف مبروك. أهلا بيك. أنت أخذت ذهبية، أخذت فضية؟ الذهب. الذهبية سلة. أيوه. ألف مبروك. مع إن أنت بتلعب كمان سباحة؟ سباحة أخذت ذهب. أيوه. وإيه كمان بتلعب إيه كمان؟ وبينج. وبينج بونج. أخذت الأول ذهب. أخذت ذهب. أيوه. معانا كمان أسماء حصلت على الذهبية في لعبة الجلة. ألف مبروك يا أسماء. يبارك فيكي. أنت أخدتيها كم متر عملتيها؟ 3 متر. 3 متر. أنت أول مرة تاخدي ميدالية ذهبية؟ ألف مبروك. يبارك فيكي. معانا كمان مازن السماحي، فضية فروسية. ألف مبروك. بس أنت لابس ميداليتين. واحدة ونص، واحدة فضة. أول مرة السنة دي تشارك في الفروسية، صح؟ النص كله هنا. الصين حلوة، الشعر استاد الصين. في افتح هنا حبيبي تونسي. انتوا انبسطتوا في الصين؟ قوي. قوي جميل، حلوة قوي. ايه يا رامي، انت مبسوط قوي من الصين؟ الصين ده احب الناس قوي. الصين انا جميل. ليه جميلة ليه بقى؟ جميلة عشان الصين حلوة، عشان في شعوب الناس كده حلوين. الله. الناس طيبين عشاننا يعني. طيب احنا هندخل في الاسئله المهمه بقى اللي لها علاقه بالميداليات اللي انتوا رجعتوا بيها. برحب كمان باستاذ محمد الشافعي، نائب رئيس البعثه ومدير الاولمبياد الخاص في مصر. اهلا بحضرتك يا محمد والف مبروك. الله يبارك فيك. كنتوا متوقعين انه الولاد هيجيبوا 45 ميداليه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كنا متوقعين اكتر من كده كمان. وربنا كرم، وادائهم الجميل اللي هم كانوا فيه، تدريبهم واستعدادهم الكبير اللي هو قبل البطولة كان بينم على ان هم هيشرفوا بلدهم وهيشرفوا مصر، والحمد لله حصل التشريف ب 45 ميدالية. كانت متوقعة وكان متوقع منهم اكتر من كده كمان، بس البطولة كانت المنافسة فيها قوية جدا. 165 دولة بتتنافس على المراكز الأولى وتتنافس على تشريف بلادها. مين فيكم لما انتوا عملتوا معسكر تدريبي قبل ما تسافروا الصين بعيد عن الاهل وعن بابا وعن ماما، كان صعب المعسكر ده؟ لا. كل واحد يحكي لي ايه اللي حصل في المعسكر ده. اسماء. بصراحة أنا كنت بشكر منين بصراحة، يعني أولا كنت ايه؟ كنت بشكر منين. ميرسي، شكرا يا اسماء بتشكري البرنامج.
بصراحة أنا فاجئت يعني استغراب اللي أنا يعني مفاجأة يعني استغربت يعني منك ده بيجيلي فجأة بصراحة. كانت مفاجاه بالنسبه لي. اه بس انتوا عملتوا حاجه جامده جدا، انتوا جبتوا ميداليات. أيوة. واحنا ما عدناش بنجيب اصلا ميداليات كتير، فاحنا فرحانين ان انتوا جبتوا لنا ميداليات ذهبيه الله وفضية. يخليك الله يخليك. قولي لي، في المعسكر ما كنتيش عايزه ترجعي لماما وبابا في البيت؟ انت من اسكندريه، انت من القاهره. اه انت من القاهره، كانوا وحشينك وكنت عيطتي مثلا عايزه ماما عايزه بابا؟ لا كنت بفكر فيهم بس عامة. كنت بتفكري فيهم عامه انما ما عيطتيش؟ لا. وانت يا رامي؟ انا احب امي طبعا وبحب بابا. انا بحب اختي طبعا. هي كبيره والله. اه المعسكر كان بالنسبه لك صعب ولا كان حاجه لطيفه؟ دي جامده قوي بصراحه. ليه بقى؟ انا كنت هناك. انا مرنت جامد قوي. عملت مجهود سله وانا جريت اخدت كوره. اخدت كوره. هربت الكوره وبعمل كده وحاجه باسكت والله. تعبت. لا عملت جامد قوي. عملت تدريب كتير قوي. بس انت بجد كنت بتصر ان انت ترمي رميات؟ 2 ثلاثيين و2 حرتين. 2 ثلاثيه و2 حره. حرتين. وكنت بتجري وتنبطح ارضا يا لا عملت كده. بس ايه؟ انا حاسس حلو. حظك حلو. لا انت اتدربت كويس. طيب استاذ محمد، ايه كانت الصعوبات في المعسكر او في الصين؟ يعني انا حاسه انهم فرحانين قوي وهو قاعد يقول الصينيين طيبين وشعب جميل. هو شعب جميل جدا وشعب منظم جدا، انما انا برجع واقول ان المعسكرات التدريبيه اللي بتقوم بيها الاولمبياد الخاص المصري ليها اهداف كبيره جدا. من ضمنها ان احنا بناخد ابنائنا ذوي القدرات الخاصه، ان احنا بنبعدهم عن الاهل، بنعودهم على طاعه المدرب، بيطيع تعليمات واوامر حد تاني غير اهل البيت، غير الوالد غير الوالده. نقدر يتعود على انه يبعد عن البيت. المدرب يقدر يتعود على عادات وتقاليد ابنائه ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي القدرات الخاصه. ولادنا لازم يتعلموا حاجات بدائيه، ازاي يقدر ياكل، ازاي يقدر يقوم بالعادات الشخصيه بتاعته. بنعلمه العادات الدينيه، التقاليد الدينيه، سواء الدينيه الاسلاميه يعني او المسيحيه. المعسكر مش بس تدريب رياضي بس، مش تدريب رياضي فقط، انما احنا بنعلم ولادنا المبادئ بتاعتهم، الشؤون الاداريه بتاعتهم. كل ده لازم بنعلمه عندنا في الاولمبياد الخاص، مش الجانب الرياضي فقط. طب انا اللي اعرفه انه الحافز الاساسي لكل المشاركين في اي العاب خاصه هو فكره الحب والارتباط بالشخص اللي بيدربه. انتوا مين اكتر واحد كنتوا بتحبوه في المعسكر؟ انا ارتبيت. مين؟ انا ارتبيت. مدربهم. مدرب محمد نصر. المدرب محمد نصر. وانتي؟ كابتن طارق نجار. دي اكتر واحد بتحبيه. وانت يا رامي؟ انا احب محمد اسماعيل، كنت بحبه قوي بصراحه. محمد اسماعيل؟ محمد شافعي. محمد شافعي. بتحب محمد شافعي؟ بتحب محمد شافعي؟ انا بحبه قوي وهو عملني كل حاجه وعملني كله جامد كبار. وانا عملت كل حاجه. وهو طيب معاك ولا؟ طيب وامين ابن ناس بصراحه. امين وابن ناس. ابن ناس. هم طبعا بيبقى ولائهم الاول والاخير لمدربهم. المدرب هو اللي بيقف معاهم اطول فتره ممكنه، هو اللي بيعلمهم. تخيلي حضرتك المدرب بيقول له انت ممكن تعمل ايه او ما تعملش ايه، ممكن يسمع كلامه اكتر من بيسمع كلام والده ووالدته. اسمعي، انت قلتي لي الكابتن اللي بيدربك اسمه ايه؟ طارق نجار. كابتن طارق نجار. ليه بتحبي كابتن طارق بقى؟ لانه عمل مجهود معانا. عمل مجهود معاكم. وبس ما يمكن يكون بيتعبكم قوي يا اسماء وبيشد عليكم في التدريب. بصراحه انا قلت له تحيه من قلبي. انت بتديله تحيه من قلبي. وهو واضح انه يستاهل. وانت قلت كابتن محمد نصر؟ محمد نصر الخيل الفارس. في حاجه انا في الفروسيه؟ في الفروسيه مدرب الخيل والفروسيه. مدرب الخيل. مدرب الخيل والفروسيه. طيب انتوا بتتعاملوا بس مع المدربين ولا في ناس تانية بتتعاملوا معاهم في المعسكر وفي الصين كمان؟ مين بيبقى معاكم؟ كان مشرف عليكم؟ مين بيشجعكم؟ مين كان بيهتف لكم في المدرجات؟ مدام شاديه. مدام شاديه.
دي في الاولمبياد مدربة معاها. انتوا لما سافرتوا محدش سافر معاكم من اهلكم؟ لا لا خالص والله لا. بس دي مش حاجه تزعل ولا ايه؟ لا بس يعني قلت له بس يعني ماما بس كانت مقصرة شوية. أيوة. فأنا بعيد عنها. كنت مقصر ان هي بعيده عنه. هو مش مسموح انه اهاليهم يروحوا يشجعوهم؟ ومسموح للكل يسافر. ويمكن كانت حاجة جميلة جدا ان مجلس الإدارة بتاع الأولمبياد الخاص المصري كان متواجد في الملاعب بقيادة الدكتور مهندس اسماعيل عثمان رئيس مجلس إدارة، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي، السيدة ماجدة موسى الرئيس التنفيذي، الأستاذ محمد الألفي أمين الصندوق، السيدة نجوى جمعة. بس ما كانش فيه تذاكر متاحة أو إقامة متاحة لأهالي لا، هو كل حاجة متاحة، واحنا بنوفر لهم المكان وبنوفر لهم السفر، بس اللي بيكون عايز يسافر. طب ممكن اسال حضرتك سؤال يا استاذ محمد؟ هو احنا ليه عبر السنوات بقالنا سنين يعني مش قليله ورا بعض بنحقق انجازات كويسه قوي في الاولمبياد الخاص وما بنحققش ميداليات يعني تذكر في الاولمبياد الدوليه الاخرى العاديه يعني؟ تفتكر ليه يا استاذ محمد؟ انا هقول لحضرتك، هو يمكن حضرتك برضو اتكلمتي في الاول، قلتي الحب والعمل. احنا بنتفانى في العمل من اجل ابنائنا ذوي القدرات الخاصه وهم يستاهلوا الدعم الكبير اللي بتقدمه السيده الفاضله حرم سياده رئيس الجمهوريه. الدعم بتاعها والدفعه بتاعتها القويه. يا استاذ محمد، هو في حد بيدعم الكوره والرياضه؟ مفيش حاجه في مصر بتدعم اكتر من الرياضه والكوره، على الاقل الدعم الشعبي. فيعني مساله الدعم مش هي بتهيالي السبب، يعني انا بتهيالي انه في حاجه تانية، في حاجه بتخلي الاولمبياد الخاص هم دايما اللي بيفوزوا والالعاب التانية ما حدش بيفوز فيها. احنا في المجتمع بنقول المعاقين ذهنيا، لكن هي في مقوله ذوي القدرات الخاصه، هم عندهم قدرات خاصه مدفونه. احنا في الاولمبياد الخاص ابتدينا من خلال الانشطه الرياضيه ان احنا ندمج ابنائنا في المجتمع، ومن خلال هذا المدربين والقائمين على العمل تعاملوا بالحب وتعاملوا بالاخلاص معهم، قدروا يطلعوا منهم قدراتهم اللي ما كانتش موجوده. والقدرات بتاعتهم دي، وهم طبعا ما عندهمش غير الحب والامل والقدرات الجميله بتاعتهم، قدروا يحققوا لمصر ولبلدهم ولانفسهم كل الانجازات الجميله اللي بتشرف بلدهم على مدى ال 15 عام اللي فاتوا. انا هسال كل واحد نفسه او احلامه ايه في الحياه. اول واحد مازن، حلمك ايه؟ عايز تعمل ايه في حياتك؟ او نفسك تعمل ايه؟ السيدة الحلوة. لا، انت تحب تكون ايه؟ تحب تعمل ايه؟ انا بحب ماما ماجدة موسى، بحب الزبارة، بحب السوسمار والصعب. انت تحب تكون اسماء، انت عايزه تعملي ايه في الحياه؟ حلمك ايه في الحياه؟ حلمي ان انا هنزل من تدريب مصر وماما توصلني مبارك. يا حبيبتي. انتوا طيب انت حلمك ايه يا رامي؟ انا حلمي والله انا بحب ماما مبارك وبحب حسن مبارك اقتراحها ماجدة موسى. ليه بتحبوا عشان هو بس رئيس الجمهوريه او عشان هي زوجة رئيس الجمهوريه؟ ايوه. ولا عشان ايه؟ ولا ليه كلكم اصريتوا على ده؟ عشان دي جمهوريه عشان هي حرم رئيس الجمهوريه. أيوة. وعشان هي بتلعب الأولمبياد الخاص. وهي دايما يا فندم قبل السفر هي بتتلاقى معاهم دائما باستمرار. انتوا قابلتوها؟ ايوه انا خدتها الحقيقه مرتين. وانا كمان بوستها برضه. انت بوستها؟ هنا خدتها فين يا رامي؟ خدتها هنا هي بتتعامل معاهم. وانت يا اسماء قابلتيها مرتين؟ وقلت لها ايه وقالت لك ايه؟ ما كلمناش مع بعض. ما اتكلمتوش، انما سلمتوا عليها كده. انت قابلتها ولا لا؟ انا بحب ماما ماجدة موسى، بحب ماما زربارة، بحب حلا، بحب سوسمار، بحب حلا، مهندس اسماعيل. انا بحب محمد شافعي، بحب ماما بيدو خويا. انتوا ابطال، لانه كل واحد فيكم ماسك دليل البطوله، الميداليات اللي انتوا جبتوها من الصين. احنا بنشكركم، بنقول لكم الف مبروك، وانتوا نورتوا الاستوديو. طبعا. وعايزه
على قد ما انتوا فرحانين بالميداليات، احنا كمان فرحانين لفرحتكم. الله يخليك. الف مبروك. انا ما بحب أنا كنت أحب أقول خبر بحب جديد التوفيق. جميل جدا، ويمكن هيسعد به أبنائنا ذوي القدرات الخاصة والبعثة المصرية بالكامل. السيدة ماجدة موسى أبلغتنا قبل ما ندخل الاستوديو إن السيدة الفاضلة حرم رئيس الجمهورية إن شاء الله على في أوائل نوفمبر القادم بتعمل لهم حفل تكريم ليهم كبير قوي، وزي العادة هتقابلها مرة ثالثة. طبعا هقابلها ان شاء الله. أستاذ محمد الشافعي نائب رئيس البعثة ومدير الأولمبياد الخاص في مصر، رامي وأسماء ومازن، ألف مبروك وألف مبروك لكل زمايلكم اللي حققوا الإنجاز ده، وعقبال الدورة المقبلة إن شاء الله. أنا بحب الماما وجيدو، أنا بحب البابا اخواته. دلوقتي بحب سامي الشافعي. هم أكيد فرحانين بيك أوي. الشارع استاذ السن. بالنسبه لي انا كمان بحبك بقى يا بشكر بصراحة. كابتن طارق بصراحه لانه انتهت معانا بصراحه جامد. وأنت يا رامي؟ انا كمان والله نفسي أنا شفتك بتبوس حد في وبتعمل باي باي كده، بتعمل لمين؟ دي ماما. دي ماما دي سلام. طب أنا مش عارفة الكاميرا كانت طب سلم عليها بقى يا رامي جامد. انا كده والله انا اصلا والله بحب ماما بحب اختي. أنا متأكدة إنه كل أسركم فرحانة بيكم. وكابتن شريف ده جامد قوي صراحه. هو ده دور خطير الأسر صراحة. كبير جدا في الأولمبياد الخاص طبعاً عندنا في مصر. بالتأكيد بالتأكيد. انا بحب كابتن حسن حمادي. هو علمني السباحه، عامل حره، باك، فراشة. انت بطل رياضي، انت بتلعب 3 ألعاب. انا احب انا شاكره جدا وجودكم معانا النهارده، وشاكره لكم الميداليات اللي انتم حققتوها، وبالتوفيق واتمنى لاسركم كمان حاله من الاستقرار والهدوء والسعاده والافتخار بكم. يا سلام. احنا بعد الفاصل هيكون معانا دكتور خالد منتصر في موضوع مهم جدا له علاقه بصعوبات التعلم. اقبلوا تحياتي وغدا نلقاكم ان شاء الله. السلام عليكم.